السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل وصفة يونانية رهيبة. هي مش كفتة، قد ما هي في اليونان بيقولوا عليها برجر. الوصفة دي مش وصفتي، وصفة لشيف اسمه أسامة كوكس. راجل لذيذ جدا وراجل كبير في السن، بس عمل الوصفة دي وانا صممت ان انا اعملها واعمل منشن ليها. لو عايزين تتابعوه روحوا الانستجرام هتلاقوه اسمه أسامة كوكس. بس الوصفة دي بصراحة رهيبة. الوصفة دي عبارة عن شوية خضار اللي هو طماطم، بصل وبقدونس، شوية بقدونس كتير هنفرمهم مع بعض مع شوية. لو في عندك نعناع فريش حطي، ما فيش حطي نعناع ناشف. انا ما كانش عندي فحطيت نعناع ناشف وزعتر. عصرتهم كويس من المية بتاعتهم ونزلت بيهم على اللحمة بتاعتي. ده توست، شريحة توست واحدة كنت نقعها في المية في الحليب وعصرتها وحطيتها. 3 فصوص توم او معلقة صغيرة توم مفروم، بيضة. كل الكلام ده على نص لحمة مفرومة، وشوية زيت زيتون، شوية فلفل اسود، رشة ملح، وهندعك كل الكلام ده كويس قوي. وبعد كده انا بحب بقى الكفتة كده عشان تاخد طعم كويس، اريحها في التلاجة ساعة ساعتين براحتك. نجيب بطاطس نقطعها اي تقطيع انت حباها، وهنحط عليها شوية صوص كده. الصوص عبارة عن ليمونة ومعلقة كبيرة مستردة، رشة فلفل اسود، زعتر، حوالي معلقة صغيرة، وزيت زيتون. نقلب الكلام ده كله مع بعض ونحطه على البطاطس ونقلبها. بعد كده هنجيب كوباية شوربة أو مية سخنة عليها مينجي. هنحط كمان أنا حطيت رشة سبايسي شطة كده، ده اختياري. بعد كده نجيب الكفتة بتاعتنا، أو زي ما بنقول كده البرجر اليوناني. هنحملها ايه يعني، نعملها بصوا هي مدورة كده، بس ايه مش مبططة قوي، بحيث ان كمان حجم البرجر دي او الكفتة تبقى قد كمان مثلا البطاطس. انتوا عارفين الكفتة او البرجر مش هتاخد وقت في السوا، بس البطاطس هتاخد وقت، فلازم يبقى حجم الكفتة او البرجر تبقى كبير شوية عشان يبقى السوا واحد. حبيت اديها كده رشة زيت زيتون، ولو برضه عاوزة تزودي شوية سبايسي كده هنقفلها كويس بالفويل. هنحطها في فرن مسخن قبليها ب15 دقايق، و يعني على 200 أو 190 لغاية ما أتأكد إن الكفتة والبطاطس استووا. أشيل الفويل وخليها تحميرة كده، تاخد تحميرة من تحت الشواية. هو عامل كمان سلطة كده يوناني جنبها، عبارة عن خس، عبارة عن بقدونس، شوية بقدونس كتير، خيار، وشبت، معلقتين كبار شبت، رشة فلفل، رشة زيت زيتون، ورشة ملح بسيطة قوي وهقول لكم السبب، وليمون. نقلب الكلام ده كله مع بعض. وطبعا اللي بيميز الأطباق اليونانية الجبنة الفتة اليوناني، عشان كده قلت لكم ما تكترش ملح، او ممكن ما نحطش اصلا ملح خالص. هنحط قطعة جبنة فتة كده على الوش. السلطة دي حلوة قوي يا جماعة، والشبت مديها طعم كده مميز رهيب. بقولكوش بقى على الريحة، لو تشم ريحة الكفتة رهيبة. وفي صوص كده بقى تحت هسقي بيها كده، شربها الكفتة من فوق، واديها رشة خضار شوية بقدونس كده حلوين. وبس كده الوصفة خلصت. وصفة منتهى الجمال، سهلة سريعة، وطعم كده مميز مختلف شوية عن أي وصفة كفتة أو برجر أو بطاطس احنا بنعملها. وزي ما بيقول في الفيديو بتاعه، الوصفة دي اوبا اوبا ولا مش اوبا اوبا؟ هي فعلا اوبا اوبا جدا. انا عملت معاها رز بشعرية، تقدر تعملها رز ابيض، تقدر تاكلها كده
بعيش بلدي بقى مقولكوش، والسلطة دي رهيبة جربوها. بس كده يا جماعة وصفة خلصت، ويا رب يكون الوصفة عجبتك، ولو عجبتك شجعيني باللايك سبسكرايب وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك اي جديد. ولكم بالهنا والشفا، والسلام عليكم. الحمد لله.